مرحبا. أنظمة إنشائية وتحليلها. نظام هيكلي. مثال واحد: نظام هيكلي خرساني لمسقط سقف مبنى سكني المبين بالشكل واحد، مكرر من طابقين، ارتفاع الطابق 3 متر، سماكة بلاطة السقف المصمتة 12 سنتيمتر، ووزنها يعني وزن المتر مربع منها 9 كيلو نيوتن على المتر مربع، والحمول الحية 3 كيلو نيوتن على المتر المربع. الجدران الخارجية بلوك سماكة 20 سنتيمتر. الوزن النوعي للبلوك 12 كيلو نيوتن على المتر مكعب. المطلوب ما يلي: أولا رسم الجملة الإنشائية للنظام الهيكلي. 2 رسم الجملة الإنشائية للجائز ABC بفرض قوة شاقولية F تساوي 8 كيلو نيوتن تؤثر في النقطة C. 3 حساب مساحة التسليح للمقطع المستطيل B أبعاده 20 ضرب 60 سنتيمتر، حيث ألفا معامل مكافأة الحمولة ألفا اسمه تساوي 0.7، والمعامل جمة زد تساوي 0.857، والإجهاد الحدي للبيتون 0.7 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع، وللحديد 14 كيلو نيوتن على السنتيمتر مربع. الطلب الرابع: رسم المقطع العرضي B طبعا المستطيل، حيث التسليح المستخدم فاي 16 ملم. هاي هو المسقط أو المسقط الإنشائي. هاي هو الجائز طبعا A B C، وعندنا هون في النقطة C في قوة شاقولية، والمطلوب مننا هون في هالمقطع هذا B من الجائز اللي مستند عليه السقف واللي بيستند على العمود. بدنا نشوف مساحة التسليح وعدد القضبان، وكيف بده يكون يعني في الطبقة العليا من المقطع أو في الطبقة السفلى. إذن هذا هدفي الإنشائي، إنه فقط أنا بدي دراسة هذا المقطع. طبعا الجملة الإنشائية مثل ما أنتم شايفين بينتها أنا هون بالشكل 3، رسمتها عبارة عن طابقين، هاي سقف الطابق الأول وهاي سقف الطابق الثاني، والأعمدة واضحة، وهاي هون في برندة واضحة. والجملة الإنشائية للجائز لقيد الدراسة هياته A B C، وهي هون القوة F 8 كيلو نيوتن، وهي هون شدة الحمولة اللي حسبناها اللي طلعت معي 23.76 كيلو نيوتن على المتر، وهي الطول هون 6 متر، والطول البرندة 2 متر. طبعا مطلوب منا هون شدة الحمولة، مطلوب مننا شدة الحمولة المنتظمة بالأول. بنراعي احنا في حساب الحمولة ما يلي: أول شيء وزن 1 متر مربع بلاطة، خلينا نرمز له G1 تساوي المعامل ألفا بدبل في، اللي هو دبل في هو وزن 1 متر مربع بلاطة بالبعد الاثنين، هذا اللي هو 4 متر، هياته 4 متر على 2. هاي طلع معي الجواب 12.6 كيلو نيوتن على المتر مربع. طبعا قسمتها على المتر يعني 12.6 كيلو نيوتن على المتر. بعدين وزن الجائز نفسه، وزن الجائز نفسه أخذت الارتفاع الفعلي قمة بفي طلع معي 2.4. طبعا وزن الجائز نفسه يعني لي 1 متر من الجائز. 3 وزن 1 متر جدار بلوك. طبعا هون راعينا الارتفاع الفعلي للجدار اتش دبل في اللي هي بتساوي ارتفاع الطابق ناقص ارتفاع الجائز. طبعا وحسبنا وزن جدار 1 متر من جدار البلوك اللي هو قمة الوزن النوعي اللي اعطيته بنص المسألة، بي اللي ضرب بي هي عرض الجدار، والاتش دبل بي بذيلها يعني دبل في هي الارتفاع الفعلي للجدار. طلع معي الرقم هذا 5.76 كيلو نيوتن على المتر. بجمع كافة الأوزان طبعا بما فيه الوزن الذاتي أو عفوا بما فيه الوزن الحي اللي هو 3 كيلو نيوتن على المتر مربع. طلع معنا الرقم اللي انتم شايفينه كيو تساوي 23.76. طبعا هو كان كيلو نيوتن على المتر مربع، قسمناه على متر على 1 صار كيلو نيوتن على المتر. هلا بدنا نحسب العزم في المقطع بي. في المقطع بي هاي هون في المقطع بي بكفيني اني انا اخذ العزم من اليمين، يعني اخذ القوة هاي
بالذراع اللي هو 2 متر، واشوف محصلة الحمولة هاي اللي هون في الجزء هذا بالنسبة طبعا عزمها بالنسبة للمقطع بي او المسند بي. فطلع معنا بالحساب ام تساوي ناقص 60 63.52 كيلو نيوتن بالمتر. هاي العزم اللي على اساسه بدي انا احسب مساحة التسليح. مساحة التسليح بالطريقة المبسطة طريقة المرونة يعطى بالعلاقة التالية اس تساوي ام بالقيمة المطلقة ما عندي مشكلة على جاما زد باتش صفر بسيجما اي. الصفر اللي هو ارتفاع الفعال للمقطع الجائز، يعني شلت من هالتغطية كان 60 سنتيمتر شلنا 5 سنتي تغطية ضل معي 55. بعد التبديل طلع معي 9.625 سنتيمتر مربع. بدي عدد الأسياخ هي المساحة اللي أنا حسبتها على مساحة السيخ الواحد اللي أنا مفترضه فاي 16. طلع معنا 4.78. نقرر 5 طبعا أكبر بشوي 5 فاي 16. وهاي رسمة المقطع العرضي اللي 5 طلع من فوق طبعا لأنه كان العزم سالب، و2 هنا إنشائيات 2 فاي 12. هاي الارتفاع 60 ب20. وأشكر حسن الاستماع.